تسريبات ملفات السينيسيس وهاد الشوشرة اللي طرات مؤخرا طرات باش يتم التغطية على واحد التطورات خطيرة اللي طرات في ملف الصحراء المغربية هذا الأسبوع، بداية بزيارة السيد نصر بوريطة إلى واشنطن ولقائه بمجموعة من المسؤولين، وكذلك تأكيد الإدارة الأمريكية في شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقفها من الصحراء المغربية، وكذلك الأحداث اللي وقعت في أقاليم تندوف اللي تقتل فيها شخصين وإصابة عدة أشخاص على يد القوات الجزائرية. وروح المغرب ياخذوا عنا ومن بعد تقتلوا ولادنا هنا، زادوا عنا وتقتلوا ولادنا هنا في بنبالي كاتل خويا. هاد الحادثة خلات الناس المحتجزين في المخيمات ديال تندوف يخرجوا عن الصمت ديالهم يطالبوا بالحرية ديالهم باش يرجعوا لبلادهم المغرب. لكن الحاجة الأهم هي أنه الكونغرس الأمريكي في طريقه إلى تصنيف البوليزاريو إلى منظمة إرهابية، الحاجة اللي غادي تحط الجزائر في موقف لا يحسد عليه، بحيث إذا استمرت في التعنت ديالها تكون الدولة حاضنة للإرهاب بامتياز، وهذا الشيء بشهادة كل الدول المحيطة بها لا سيما مالي وبوركينا فاسو والنيجر اللي كذلك خرجوا بتصريحات بعد إسقاط طائرة مسيرة تابعة له من طرف الجزائر واتهموها بأنها تتساهم في الإرهاب في البلدان ديالهم. فإلا كانوا الجيران ديالك كاملين تيتشكاو منك فاعرف بأنه منك المشكل.